السلام عليكم احسن ناس في الدنيا، مساء الفل والهنا على عيونكم. طلع اتكلم معاكم في موضوع بصراحه لفت نظري بشكل كبير، واكيد طبعا لفت نظركم كلكم. الراجل اللي عمل التويته دي عمل التويته دي في 2015 زي ما انتم شايفين. وتوقع بطل الشامبيونز ليج في العشر سنين. وبكل امانه لحد دلوقتي السبع سنين اللي فاتوا هو الراجل متوقع. انا بصراحه مصدوم. هو من السهل جدا انك تتوقع نهائي الشامبيونز ليج او تتوقع بطل الشامبيونز ليج والبطوله شغاله، يعني تيجي في دور الثمانيه مثلا او دور ال 16 او ابتداء من اي دور في البطوله تتوقع بطل الموسم. يعني مثلا تكون فرقه ماشيه كويس وانت تتوقع ان هي هتكمل وهتاخد البطوله. انما الراجل ده بيتوقع العشر سنين، متوقعهم من قبل البطوله ما تبتدي ومن قبل ما تتلعب ومن قبل اصلا ما يكون عارفين مين المتاهل ليلعب شامبيونز ليج. يعني انتوا متخيلين؟ اتمنى ما يكونش سحر اسود بس. بجد. لا طبعا انا ما بؤمنش بالحاجات دي، بس انا كل الفكره ان يعني هو بيتوقع قبل البطوله. يعني احنا ما عرفناش مين اصلا اللي تاهل للبطوله. يعني مين اللي اخذ الدوري في اسبانيا، مين تاني الدوري، مين تالت الدوري، مين الثلاثه اللي هيلعبوا الشامبيونز ليج في انجلترا، مين الثلاثه اللي هيلعبوا في اسبانيا، مين في المانيا، مين في فرنسا. وبيتوقع النهائيات وبيتوقع البطل، وبتطلع توقعاته كلها دقيقة جدا جدا إلى الآن. وبصراحة اللي أنا مستغربه أكتر إن هو متوقع إن السنة دي زي ما أنتم شايفين نابولي اللي هو فعلا في أحسن حالاته متصدر الدوري الإيطالي وماشي بشكل جيد جدا 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 مع سباليتي. وبيتوقع الموسم اللي جاي ارسنال اللي هو برضو متصدر الدوري الانجليزي السنه دي اوريدي خلاص بقى. يعني هو اوريدي تاهل للدوري الشامبيونز ليج. وبصراحه الفرقه برضو ماشيه بشكل كويس جدا. فانا مش شايف برضو ان هي غريبه ان نابولي ياخد البطوله السنه دي، ولا هي غريبه ان الارسنال يتاهل وياخد البطوله السنه الجايه. وفي السنه الاخيره حاطط مانشستر يونايتد اللي هو فعلا بشكل كبير بدأ يعود، يعني بصرف النظر عن الهزيمة بتاعت ليفربول، لا بدأ يعود بشكل كبير جدا للساحة. باللعيبة اللي موجودة، بالصفقات، بالمدرب اللي موجود. بص بصراحة يا جماعة أنا مذهول. يعني اللي شايف إن التويتة دي عجيبة وغريبة وشايف إن الراجل ده لو تحققت الرؤية بتاعته بقية الثلاث سنين اللي فاضلين هيكون جينيوس كرة القدم في العالم كله. يقول لي في التعليقات. بصراحة أنا منبهر. سلام.